ل 4 نوفمبر خلصوا امبارح. الفا وبيتا 36 شركه ب 75 شخص. ده الوضع الحالي بتاعنا النهارده. ده ارقام قويه جدا. يعني لسه في جذب الاستثمارات، مفيش قلق، مفيش تخوف. عندنا تمثيل مشرف جدا 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 في الولاد المصريين اللي سافروا، حاجه ما شاء الله. يمكن فينا شويه صور دي هنا في السفير المصري. دي كانت محطوطه فعلا امبارح، كمان فايرال. السفير المصري استضاف الوفد المصري اللي كان هناك. تمام. فدي احنا طالعينها طبعا اتيدا مع اتحاد عامل الغرف التجاريه شغل الاقتصاد الرقمي. هم لو ده الجناح المصري اللي كان موجود من 1 ل 4 نوفمبر في لشبونه في ويب سنتر. هنا السؤال المهم، حضرتك ما عزمتنيش ليه اروح معانا؟ انت ما قلت؟ لا يعني ما طالما انت بتتعب وبتطلعه والدنيا تمام، يعني نعمل البانل هناك المره الجايه. علاء بيه، عندنا في مؤتمر في زيمبابوي هتتعزم فيه. حبيب قلبي. بيعزني قوي علاء بيه. اتفضل يا باشا، ايه رايك؟ ايه اخبارك؟ كبدايه احنا اللي شايفينه ان احنا بزنس از يوجوال لما بنيجي في مجال الستارت ابس، في مجال الاس ام ايز. لو بتسال على السبورت، يمكن دي بقى الحاجه اللي اي دويل ابون، ودي يمكن بدعو كل لا مش كل، يعني حبه من الموجودين كل دول كده هيبقوا على المعرض. احنا كاتحاد غرف اوروبيه ومع اتحاد غرف البحر الابيض عندنا حوالي 300 مليون يورو منح من الاتحاد الاوروبي، سواء لدعم ستارت ابس، لدعم بدءا من افكار ستارت اب لاس ام ايز، سواء من ان احنا بنوفر تكنيكال اسيستنس، بناخدهم معارض ومؤتمرات، بنعمل لهم نتوركينج، واهم حاجه لما يبتدي يكبر سنه بنعمل لهم اكسس تو فاينانس مع جهات متعدده، سواء بنك الاستثمار الاوروبي، بنك التعبير الاوروبي، الاي اف سي، وجهات كثيره. احنا عندنا حوالي 121 مشروع جاري تنفيذهم حاليا مع بارتنرز فروم اول اراوند ذا ميديترينيان. اهميه الايفنتس دي او اهميه المشاريع دي ان مش مجرد بنقدم تكنيكال اسيستنس وكوتشنج وبندعم انكيوبيترز واكسلريترز، الاهم هو ان احنا في كلونز للي احنا بنعمله موجوده في اسبانيا، في اليونان، في ايطاليا، في فرنسا، وبنربط الشركات المصريه بنظرائهم تو اكسلريت ان هم يكبروا ويجلوبلايز. بندي من تكنيكال اسيستنس لمنح ان كاش. لو عاوزين تفاصيل هذه المشاريع اللي مموله من الاتحاد الاوروبي، سواء من المشاريع الاقليميه ريجنال بروجكتس او من التعاون عبر الحدودي اللي انا اي سي بي سي بروجكتس، يمكن احنا عارضين حوالي 18 مشروع منهم مغطين كافه القطاعات، سواء ستارت ابس ان جنرال او في قطاعات متخصصه زي في السياحه، في الصحه، في الصناعه، في قطاعات متعدده، وكل مشاريعنا فيها كومبوننت للديجيتال ايكونومي. طب ده كلام هايل جدا. انا هطلب من حضرتك بلاتفورم مودريتورز. انا لا بس هطلب حضرتك طلب بعد ما هتخلص، بعد الاعلان ده وبعد اللي حضرتك قلته، يا ريت حضراتكم ترجعوا تاني تقعدوا على الكرسي، ما تخرجوش بره، عشان لما هتخرجوا بره بعد الكلمتين دول 300 مليون يورو كله هيطلع يجي وراكم. لا موجودين في الخيمه بره. ما انا عارف، بس هم مش هيبصوا على الخيمه، بس انتوا جبتوا لنا هو على قد يعني عايز 50 دولار. الضحايا بتوعي موجودين هنا، التيم موجود، ما فيش اي مشاكل. I think انه this is a very bright يعني narrative. let's put it this way. السرديه الحقيقه انا مبسوط ان انا سمعتها بالطريقه دي، وانا مستشعر ان هي صادقه فعلا، ما هياش مجرد خطاب اعلامي، وده شيء رائع جدا. حضراتكم بتتكلموا كمان بالارقام وبالوقائع. انا قبل ما ادخل على السؤال اللي جاي، انا عايز ادي فرصه بس للكراود. انا واخد انذار شديد جدا من عاصم، واللي ما يعرفش عاصم هو شخصيه تبدو ان هي في غايه الوداعه والطيبه، لكنه شخص صارم جدا ومخيف جدا، فاحنا عندنا اوامر ان احنا يعني نلتزم بالوقت، وقدامنا وقت قليل. بس انا عايز ادي سؤال واحد للكراود قبل ما نمشي للبانل، للباشمهندس خليل او علاء بيه. سؤال واحد ففكروا فيها لغايه ما نسال السؤال الثاني. الارقام اللي حضرتك بتقولوها والخطه اللي انتوا قلتوها رائعه. شعوركم ايه النهارده بعد الحاجات اللي بتحصل دي؟ لان انا هقول على حاجه ولو قد اكون مخطئ. اللي حضراتكم قلتوه ان هو مستمر دلوقتي ده هايل، لكن دي نتائج مستمره لامور شغاله بقالها شهور ونتائج سنين. النهارده بعد الوضع اللي حاصل في مصر، وخلينا نتكلم بوضوح، موضوع العمله
مخلي فيه نوع من انواع التردد والتخوف، مش بالضروره. انا خد بالك برضه من حاجه، الموضوع ما كانش مفاجاه للدرجه دي وكله كان منتظر المساله، ولكن النهارده في الحاله اللي احنا فيها في الكثير من التردد والمنطقه الرماديه في اتخاذ القرار عند الستارت ابس ان هم يتحركوا، عند المستثمر ان هو يحط فلوس، وعند المستثمر ان هو يلتزم بامور معينه كان يلتزم بيها. حضراتكم شايفين ايه بيحصل وشايفين ايه قلقانين منه او متفائلين بيه؟ سيب لنا طبعا. انت عندك كبدايه خلينا نتكلم عملي. كم المستثمرين اللي جم مصر في الاشهر الماضيه كلهم كانوا مستنيين التعويم، لان انا متكلف عقليا لو انا جاي بعمله اجنبيه وهحولها لجنيه مصري عشان ابتدي استثماراتي، ثم يحصل تعويم انا خسرت 20% كده قبل ما ابتدي. ففي افالانش اوف انفستمنتس ابتدى دلوقتي. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو بنتكلم على اللي موجودين معانا النهارده، احنا بنتكلم على ديجيتال ايكونومي ان جنرال. ديجيتال ايكونومي استثماراته كستارت اب محدوده جدا. في نفس الوقت فرصته تو جلوبالايز ويجيب فورن ريفينيو عاليه جدا. وبالتالي ان انا اموله سواء بعمله محليه او بعمله اجنبيه الريسك تقريبا زيرو. فانا مش شايف اي سبب يخلي حد عنده فكره متميزه ان هو ياجل تنفيذها، لان للاسف في مجال الديجيتال ايكونومي الافكار بتتحرك بسرعه جدا. فانا لو اتاخرت يوم راحت مني هذه الفرصه وغيري عملها في دوله اخرى مش بس في مصر. فيري انترستنج. وده بيحصل بقاله سنين، بس كمان في الوقت بتاع الازمات وفي الوقت اللي فيه امبيجويتي ده بيحصل اكتر. لا بص على حاجه، احنا في رؤيه في فيجن موجود مستمر من سنين. يمكن تكني سومت ده احد الافكار اللي كنا ابتدينا فيها من 6 سنين او 7 سنين. كان طارق القاضي لسه مظبوط، شركاء من البدايه من الاول خالص لغايه لما بقى ما شاء الله النهارده هو معرض نمره واحد موجود في مصر للستارت اب. احنا نفس الحكايه، يعني النهارده احنا حضرتك في ظل الظروف دي احنا طلعنا ويب سمت. احنا عندنا كومبيتيشن كمان يومين في الجدول بتاعنا، عشان في فيفا تك عندنا في شهر 5 في فرنسا، عندنا في لاس فيجاس، عندنا ويب سمت تاني بتاع السنه الجايه. ففي كومبيتيشن لاختيار شركات ومعلن عنها عشان الناس. احنا في حاجات بتتلغي طبعا عشان العمله وعشان السعر بقى غالي جدا، فبقت التكلفه بتاعت الاستمرار في نفس الخطط متاثره بس بالعدد بيقل. اوكي. بس احنا برضك احنا مستمرين في الاستراتيجيه، ولكن بنحاول نتعامل بحكمه مع الناس. صح، كويس جدا. انا سمحت لي يمكن في حاجتين استعد بسؤال عشان هعندنا دقيقتين، هاخد سؤال واحد. نمره واحد، يمكن كاتحاد غرف تجاريه مع وزاره الاتصالات الدعم بالجنيه المصري وبالتالي العدد قل. اوكي. احنا كاتحاد غرف اوروبيه واتحاد غرف البحر الابيض الدعم باليورو من اول يوم، فبالتالي العدد عندي بيزيد مش بيقل. هو بيقطع على بعض بقى. احنا مش باليورو